ايوه يا بنتي، قمر الدين هتلاقي عندك فوق على الرف. ايوه لقيته، بس تاريخ صلاحيته 2004. ما احنا كل سنه بنستخدمه وبنرجع نعينه تاني. وايه يعني، هو رمضان ينفع من غير قمر الدين؟ انا مش عارفه ايه علاقه قمر الدين برمضان. لو فاكر ان يميش رمضان مجرد مكسرات وتسالي تبقى غلطان، لان ورا كل حبه لوز او بلح حكايه بتبدا من قوافل التجاره القديمه وصولا لبورصه اليميش في وكاله البلح. وكلمه يميش في الاصل كلمه مصريه قديمه معناها الفواكه المجففه، والارتباط ده بدا من العصر الفاطمي لما الخلفاء كانوا بيوزعوا العيديه على الناس في صوره اكياس فيها جوز وبندق ولوز وزبيب، ومعاها طبعا بطل السفره في رمضان قمر الدين. والحكايه ورا اسمه ليها قصص كتير، واشهرها انه اتنسب لقريه سوريه اسمها قمر الدين، وكانت مشهوره بزراعه المشمش وصناعته. وفي روايه تانية بتقول ان الخليفه اللي ابتكره كان بيحبه جدا وكان بيشربه مع ظهور قمر رمضان، فبقى اسمه قمر الدين. والحقيقة إن قمر الدين مش مجرد عصير، ده صناعة تقيلة بتعتمد على عصر المشمش وتجفيفه في الشمس على مساحات واسعة جدا لحد ما يبقى رقائق ذهبية. والجميل إن الشوام هم ملوك الصنعة دي، ومصر بتستورد منهم كميات ضخمة، لدرجة إن في بعض السنين استوردنا قمر الدين ويميش لمبالغ وصلت ل50 مليون دولار أو أكتر. والتطور المذهل ظهر في بورصة الأسماء اللي بيخترعها التجار كل سنة للبلح واليميش علشان يواجهوا الترند. وبرغم إن اليميش بيسافر من دول بعيدة لحد ما بيوصل لبيوتنا، إلا إن لمة العيلة حوالين طبق الخشاف المنقوع في قمر الدين هي اللحظة اللي بتنسينا أي تعب. فاليميش وقمر الدين هي ريحة الخير اللي بتملى البيوت، والضيف اللي ما ينفعش مائدة رمضان تكمل من غيره. وبس كده، أنا صفا دهب، ودي رحلة صفا، تابعوني.